علي صبحي ومعاكم النهارده في شاي بعد الفطار. اصلا من 2001 بعمل مسرح شارع ل 2009، يعني تقريبا 9 سنين بعمل مسرح شارع، وده التخصص يعني اللي انا اتخصصت فيه. 2009 اتعرفت على فن المهرج ولقيته ملمس شويه مع شخصيتي ومع نوع الفن اللي انا بعمله اللي هو مسرح الشارع، فقررت انه ذاكره اتعلمه. وجت بقى العمليه كده، يعني قعدنا ندور على مين بيعمل حاجات شبهها، مين مهتم بالحاجات دي. اشتغلنا مع فنانين فرنساويين، كلاونات فرنساويين، علمونا ادوات معينه في الكلاون، يعني زي الجاجلينج وزي مثلا النار وكل الالعاب ديت. ومشيت بقى العمليه بقى، قعدنا لغايه 2018 19 واحنا بنعمل كلاون. مفيش اختلاف كبير قوي في التحضير، في اوقات بتختلف بس يمكن هي طريقه واحده. يعني انت بتقرا، بتحط الاسئله اللي بتسالها للمخرج او للكاتب، تشوف اللحظات اللي في الشخصيه، بتدور له على دوافع، بتدور له على الخلفيه بتاعت الشخصيه. فهي الطريقه دي بتشتغل بيها مع اي شخصيه. بس المختلف هنا انه بالنسبه لي يعني ان دي شخصيه انا اول مره اشوفها. يعني عمري ما كان عندي مثلا علاقه شخصيه مع حد خبير اثار او مثلا بيدرس اثار. كلنا كده بنحب الحاجات الاثار وكذا، بس عمري ما اتعاملت مع حد شغال في وزاره الاثار. فاهم قصدي؟ انا ما عنديش اي حاجه في مخي ليها علاقه بالشخص ده غير الفيديوهات بقى اللي بنشوفها او الوثائقيات اللي بنشوفها عن حد بيشرح حاجه عن الاثار وكذا. فده كان مثلا تحدي شويه، انه هو حاجه انا مش شايفها قبل كده، فكان اني ادور على شخصيه شبهها او اخد مني مجهود يعني شويه. اكتر حاجه بقراها تاريخي، مشغول برضو زي اي مصري بالمصريات، بتدور ورا اسرار الاهرام، بتدور ورا اسرار المومياوات. الاخر احنا اغلبنا يعني عنده انتماء للبلد اللي احنا عايشين فيها، وعارفين قد ايه بلد عظيمه وعندنا تاريخ كبير جدا العالم كله بيجري وراه. يعني بالتالي احنا كمان مشغولين ومهمومين بيه يعني. فطول الوقت طبعا عندي اهتمام بالاثار. والله كنت مبسوط جدا انه المسلسل تجربه جديده وشويه بتخوف الناس. هتحس زي ما احنا حاسين كده، انه في الاخر استاذ محمد شاكر خضير قرر ان هو يحكي الحدوته دي بطريقه مختلفه جدا وجديده، وقرر ان هو ياخد ريسك ويجرب. والحمد لله يعني احنا شفنا النتيجه عامله ازاي. واحنا كنا متوقعين، كلنا يعني متوقعين هو انه في الاخر انت بتشتغل مع مخرج كبير، فانت عارف ان هو هيعمل حاجه كويسه، بس بتبقى دايما خايف انه الناس هيعجبهم ولا لا، الناس يعني هيهتموا بحاجه زي كده ولا لا. فالحمد لله لما لقينا انه يعني الجمهور بيتفاعل بشكل ايجابي جدا، كان ان هو يعني الحمد لله يعني فاهم، تتنفس كده وتقعد بقى تتفرج انت كمان. فالحمد لله رب العالمين، كان احساس جميل يعني بصراحه. يعني علي معزة اكتر الادوار المحببه لقلبي، واول حاجه بتيجي في بال الجمهور اول ما بيشوفني او بيشوف لي حاجه. اغلب الكومنتس اللي بتيجي على اي بوست على اي حته في السوشيال ميديا علي معزة، فدي حاجه يعني بتفرحني جدا جدا انه الجمهور، لانه يعني الجمهور مرتبط بعلي معزة، لانه فيلم علي معزة تحديدا حظه كان وحش. التوقيت اللي نزل فيه والظروف اللي كانت حوالين الفيلم ما خلتش الجمهور يشوفه كويس في السينما. بس الحمد لله تعوض ده بانه الفيلم اتشاف كويس جدا في التلفزيون. ومع الوقت لغايه النهارده اي حد بيكتب اي حاجه على فيسبوك او على اي موقع تواصل، الجمهور بيريكومند. لو مثلا حد مثلا تسي ان هو داخل بيقول ايه ده في المسلسل ده جامد وبتاع، وعلي صبحي عامل دور حلو، فتلاقي الكومنت عليه انه خش روح شوف علي معزة. فدي حاجه يعني فاهم، طول الوقت لغايه النهارده بتسمع كومنتس عامله كده عن علي معزة. الحمد لله يعني بحس دايما انه انا بحب كل الحاجات اللي انا عملتها، بس علي معزة هو اللي لسه عايش معايا يعني. والله بص، ما بحبش اتكلم شويه عن الادوار قبل ما تتعمل، يعني هكلمكم عليهم لما تتفرجوا. بس اوعدكم ان شاء الله انه يعني واوعد الجمهور انه في العيد هيبقى عندهم فيلمين هيتفرجوا عليهم الاثنين وهينبسطوا جدا. البريمير بتاع سيكو سيكو. سيكو سيكو في العيد يا جدعان.